السلام عليكم، اهلا بكم معايا فيديو جديد على قناتي مطبخ ياسمينة. فيديو النهاردة حلو جدا وكمان ريحته وطعمه حلو جدا. هنعمل مع بعض بقى الكرواسون اللي هو ترند طالع ترند اليومين دول، فحبيت ان انا اجربه معاكم ونعمله بطريقة سهلة ومبسطة. كمان مش هنحتاج ولا ادوات ولا الاطواق اللي هي بنسوي فيها دي، انا عملته من غير اي امكانيات خالص، يعني حاجة سهلة وبسيطة، وحاولت على قد ما اقدر ابسط لكم الموضوع علشان تتحمسوا كده وتقوموا تجربوه. حلو جدا جدا جدا. العجينة كمان مظبوطة، مقاديرها مظبوطة، يعني انا جربت لكم وصفات كتير واكتر حاجة نجحت معايا طلعت بقى ان انا اقول لكم عليها علشان تعملوها وتجربوها، هتعجبكم جدا. العجينة نفسها طعمها حلو جدا، ريحتها يعني كانت قلب البيت بجد، طعمها كان حلو جدا. يا رب ان شاء الله الوصفة تعجبكم، والطريقة كمان مبسطة وسهلة جدا، فهتقوموا تتحمسوا وتعملوها ان شاء الله تعجبكم. يلا بينا بقى على طول نبتدي الفيديو. ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة لو لسه مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا نبتدي في الوصفة بتاعتنا ونشوف مقاديرنا. عندنا بقى المقادير بتاعتنا: نص كيلو من الدقيق، وعليهم معلقتين كبار من السكر، معلقة كبيرة مليانة كده من الخميرة، ومعلقة كبيرة من العسل. كمان معانا نص كوباية من الزبدة، ونص كوباية من الحليب، وكمان كوباية إلا ربع من المية. طبعا هسيب لكم المقادير بالجرامات، كمان بالكوباية وبالجرامات في صندوق الوصف. هي بصراحة بالجرامات بتبقى مظبوطة أكتر يعني، فلو عندك بقى الجرامات اوزني المقادير هتطلع معاكي مظبوطه. هنحط بقى كل المواد اللي هي الجافه على بعض، وندي تقليبه كده للدقيق، وبعد كده بننزل بالحليب وكمان الميه، ونبتدي بقى نعجن. الموضوع مش مستاهل عجان، انا بس عشان كنت شغاله بسرعه فعايزه انجز وقتي يعني. انما انت بتحطي بقى الحاجات بتاعتك كده على بعض، وبتبتدي ان انت تعجني. بنركن الزبده كده على جنب بعد ما الدقيق والعجين بتاعنا يعني يلم بالشكل ده. ببتدي بقى انزل بزبدة طرية وبديها برضو عجنة حلوة كده يعني علشان تبقى معايا بالشكل ده. لما بقى العجينة بتلم وتبقى طرية، هي بيبقى فيها تلزيقة بس بسيطة، بعجنها كويس جدا هتلاقيها بقت طرية معاكي وفيها تلزيقة بسيطة كده، بركنها على جنب. انا بصراحة للمقادير دي زودت بس معلقتين دقيق، يعني كل اللي انا احتاجته على الكميه اللي انا عملتها دي معلقتين دقيق كده وانا بعجن. فانت وانت بتعجني لو لقيتي ان انت محتاجه دقيق حطي بس معلقتين، يعني اللي هو شويه بشويه بس، اللي هو ما خليهاش ناشفه، لازم العجينه بتاعتي تكون طريه. تمام كده. بلفها بقى بالاسترتش وبركنها على جنب. بعد كده ببتدي اجهز الزبده بتاعتي. الزبده عندنا هنا مقدار الزبده كوبايه كده من الزبده، وبفردها كده زي ما انتوا شفتوا ما بين كيس تلاجة، وبعد كده بحطها على صينية وبدخلها التلاجة او الفريزر يعني علشان تمسك. لازم الزبدة بتاعتي تكون جامدة، يعني انا خرجتها اهو من التلاجة جامدة، من الفريزر قصدي جامدة. تمام. فردت العجينة بتاعتي بالشكل ده، وبدأت ان انا احط الزبدة، طلعتها من الكيس كده، وبدأت ان انا احطها واقفل عليها، ما خليش الزبدة بتاعتي باينة خالص، يعني لازم تكون جوه العجين. تمام. قفلت يعني طبقتها كده تطبيقه كمان، وببتدي ان انا افرد مره بقى بالطول ومره بالعرض، يعني بفردها مره طول والمها زي ما تشوفوا كده معايا، وبعد كده الفها تاني بالعرض والمها تاني. يعني اعملي الموضوع ده مثلا مرتين ثلاثه كده عشان تكون في توريقه، يعني الكلام ده هو اللي هيورق معاكي الكرواسون. تمام كده بالشكل ده. لفيتها تاني زي ما انتم شايفين، وبدأت ان انا ارش رشة دقيق. اهم حاجة عندي في الموضوع رشة الدقيق عشان العجينة ما تلزقش، لان زي ما قلت لكم هي طرية يعني فيها تلزيقة كده بسيطة، فعشان ما تلزقش منكم لازم رشة الدقيق من تحت ومن فوق، وببتدي ان انا افرد عادي ما فيش اي مشكلة. خلاص كده فردتها بقى بالشكل ده. ببتدي ان انا اساوي الاطراف بتاعتي، وابتدي بقى اقطع بسكينه بقى باي قطاعه. المهم ان انا بقطعها يعني بسمك كده 3 سنتي.
او مثلا 2 سنتي، يعني زي ما انت عايزه بقى ارتفاعها. هي دي يعني اللي هي الشكل ده طلع معايا كبير جدا، يعني مش ما تستغلوا ما تقولوش مثلا ان هي صغيره او حاجه، لا هيطلع معاكم لان لسه كمان هتخمر، فهتطلع معاكم كبيره وحلو، فما تزودوش عن السمك ده. ده شكلها اهو. ببتدي ان انا المها كده عادي رول، سهله جدا يعني، تفاصيلها سهله من غير اي تعقيد ولا اي حاجه. تعالوا بقى نعمل الشكل اللي هو المثلث. قطعته كده مثلثات بالشكل ده، اللي هو في الاول بشد بس الطرف بتاعها، وببتدي ان انا الفها عادي مفيش اي مشكله، علشان يكون طويل معايا ويتلف ويبقى شكله مظبوط. بس كده. سهل جدا. العجينه كان طعمها حلو جدا. هنعمل كمان دي مع بعض مثلثات. على فكرة كمان الكمية اللي انا عملتها دي، يعني النص كيلو ده عمل معايا كمية حلوة جدا، هتشوفوها معايا في نهاية الفيديو. فكمية حلوة لو انتي بتعمليها للبيت او بتجربيها للبيت، كمية حلوة جدا. سهلة جدا وشكلها طالع مظبوط وحلوة جدا. ده الشكل بتاعها اهو. ببتدي بقى ان انا ارصها في الصواني اللي هسوي فيها يعني، وبسيبها تخمر تاني قبل ما ادخلها الفرن. برصها في الصواني، طبعا بسيب مسافة ما بين كل واحدة والتانية بالشكل ده. والصغيرين دول كده عملتهم اللي هو ال- المولت الصغنن ده، كان شكلهم حلو جدا كمان، وفي النهاية حشيتهم فكان شكلهم حلو جدا. بس كده، دي الكميه اللي طلعت معايا. تعالوا بقى اقول لكم ازاي هنسوي اللي هو الرول. الرول انا حطيت، عارفين اللي هو الفخار، اللي هي الاطباق الفخار دي، حطيتها عليها بالشكل ده. بس للامانه يعني انا وانا بسويها بقى في الفرن، لقيت ان هي كتماها. يعني ايه كتماها؟ يعني مش واخده راحتها، ومش مش عارفه كده، اللي هو عارفين اللي هي مش عارفه تنفش كده في الفرن. فشلتها من عليها في التسويه، فلقيتها بقى اللي هي تضخمت كده وكبرت، وكان شكلها حلو جدا. ف يعني ممكن مثلا تحطوها عليها بس في اول التسويه، ولما بقى تدخل للفرن شيلوها، علشان ان هي العجين ياخد راحته كده، وتلاقوها استوت، ما تلاقوهاش عجين من جوه. تمام كده. فهي بصراحه ما كانش ليها لازمه، هو شكلها كان حلو من غيرها، ومن غير الاتواء هي شكلها حلو جدا، يعني انتوا حتى لما هتجربوها هتحبوها جدا. ببتدي بقى ان انا اسيبها تخمر تاني، وادخلها الفرن. طبعا الفرن يكون متسخن، يعني ما بدخلوش على فرن بارد، لازم اسخن الفرن كويس جدا. ببتدي بقى ان انا ادخل الكرواسون بتاعي. ساعة بقى ما بياخد لون من تحت بشغل له الشوايه ياخد بس لون بسيط من فوق. انا هنا الكرواسون بتاعي مش حاطه فيه، مش دهنه الوش بتاعه اي حاجه، يعني ده تحمير الشوايه. تمام، ما دهنتش الوش بتاعه اي حاجه. عايزه اقول لكم ان انا طول ما انا واقفه كده بصور لكم الفيديو انا واقفه اكل فيه. طعمه حلو جدا، يعني ريحته بصراحه هو لا يقاوم حقيقي، انا مش هبطل اعمله، يعني كتجربه كده عجبني جدا. والكرواسون اللي هو الرول ده حلو جدا، وطعم العجينه نفسها، يعني اللي هو الحته اللي هي الفاضيه دي، يعني هو يتاكل اصلا من غير اي حشوات بصراحه يعني. فطعمه حلو جدا، بصوا مورقه وطعمها حلو جدا، ومش محتاجة والله اتواء وحاجات زي كده. ده طالع من غير من غير حاجة، يعني اللي هو من غير اتواء ولا حاجة مخصصة ان احنا نسوي فيها. فلو انت بتعمليه للبيت ده حلو جدا، يعني جربيه كده هيعجبك ان شاء الله. وما تعقديش الدنيا وتقولي لازم بقى اجيب القوالب بتاعته، او اجيب الاتواء اللي هو بنسويه فيها دي، لا خالص خالص. هو حلو جدا، يعني هيطلع معاكي ملفوف كده مدور كده، هيدي الشكل برضو في النهاية يعني. واحنا لو بنعمله للبيت فلا هيبقى حلو جدا، يعني مش لازم بقى نكلف نفسنا ونقعد نعقد الدنيا زي ما بيقول. لا، بسطي الدنيا على نفسك وقومي وجربيه، الطريقة سهلة جدا، المقادير بتاعته مظبوطة، يعني انا مجرباها، جربت لكم وصفات كتير، فبجيب لكم الطريقة اللي هي نجحت معايا، اكتر وصفة نجحت معايا بقولها لكم بقى، فاهميني؟ يعني للي متابعني انا كل الوصفات بتاعتي بجيب لكم الوصفة
اكتر وصفة نجحت معايا، واللي هو يعني من الاخر بصراحة. دي الكمية اللي طلعت معايا كمية حلوة جدا. بدأت زي ما شفتوا كده ان انا احشيه، بس بفرغ كده حتة بالسكينة وببتدي ان انا ادخل فيه الحشوات، فسهل جدا حتى لو ما حشيناهوش والله حلو جدا. دي فكرة تانية برضو للتسوية، اللي هو الاطباق اللي هي اللي بنسوي فيها الكيك. دي ممكن كمان نعمل الفكرة دي ونحطها برضو عليها. بس والله الموضوع مش محتاج اي اتواء ولا حاجة. يعني احنا في التسوية برضو لازم تشيليها علشان العجينة تنفش معاكي وتاخد راحتها كده في التسوية. بصوا بقى طالعة يعني طرية حلوة جدا. طعم العجينة نفسه طري وحلو جدا، يعني حتى ريحة الزبدة حقيقي ريحتها حلوة جدا. فانتوا لما هتجربوه ان شاء الله يعني هتحبوه جدا، مش هتبطلوا تعملوه. دي اللي هي بالنوتيلا. هفتحها كمان معاكم علشان تشوفوا شكلها من جوه. يعني هي من بره مقرمشه، الطبقه اللي بره دي كده مقرمشه، ومن جوه طريه. يعني انتوا متخيلين الموضوع عامل ازاي، بعيدا يعني عن لحواسه الشوكولاته اللي احنا عملناها دي. بس انا حبيت كمان اوريها لكم من جوه عشان تشوفوا يعني الطبقات. يعني هي متفرغه كده من جوه وكلها طبقات، فحلوه جدا بجد. والطريقه اللي احنا عملناها بيها مبسطه، ومفيش اي تعقيد ولا اي حاجه. حتى لو احنا ما عندناش القوالب اللي بنسوي فيها، لا عادي مفيش مشكله، هنسويها حتى من غير اي قوالب هتطلع حلوه جدا يعني. يا رب الفيديو بقى يكون عجبكم، ويا رب كمان الوصفه تكون عجبتكم. المقادير دي مظبوطه جدا يا جماعه، انا مجرباها والله وطالعه معايا حلوه جدا. فاتمنى ان انتوا تجربوها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية جايه كتير على خير. شكرا لكم، مع السلامه.